كل سنة وانتم طيبين. طبعا من الأطباق اللي الناس كتير قوي بتحبها على سفرة رمضان هي السمبوسة. النهاردة هعمل لكم 3 حشوات مختلفين، وبرضو مش هيكونوا ان شاء الله مكلفين قوي عليكم. اول حاجة هي لحمة المفرومة. عصقتها، عملت بصلتين متوسطين، ونزلت معلقة سمنة بلدي او معلقة زبدة وشوحتهم. بعد كده نزلت عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة. اول حشوة خدت 3 4 معالق لحمة مفرومة كبار كده، وحطيت عليهم بطاطساية كنت سلقاها. الحشوة دي انا اول مرة اجربها، وكانت طعمها حلو جدا جدا جدا. تاني حشوة معايا، دي تاني حشوة. انا حطيت جزأت اللحمة المفرومة على 3 اجزاء. هنا حطيت عليها زيتون اسود، وهحط عليها فلفل. شوفي بقى، لو انت بتحبي الفلفل حطي، بتحبي الزيتون حطي، لو مش بتحبيهم ممكن تحطي بقدونس. الحاجة اللي بتحبيها اي نوع من الخضار حطيه عليها. انا حطيت زيتون، وحطيت عليها فلفل اخضر، او ممكن تحطي كمان فلفل الوان، وممكن تحطي بقدونس براحتك خالص. بس انا بقولك على الحشوات اللي انا عملتها وعجبتني جدا في طعم السمبوسة. بس كنت اول مرة اجرب البطاطس اللي هي المهروسة على اللحمة. دي يعني شوية، يعني وصفة شوية هندية. جبت بقى عجينة السمبوسة. طبعا دي متواجدة عند اي حد، ممكن تلاقوها. هطلعها من قبل ما اشتغل بشوية، وطول ما انتي بتشتغلي فيها لازم تكوني مغطياها عشان ما تنشفش منك العجينة نفسها. هحط بقى وهبتدي ان انا اقفلها على طبق، او على الرخام بتاع المطبخ بعد ما تغسليه. انا بحب اعملها احسن واكون متحكمة فيها وهي معمولة على حاجة. في ناس بتعملها وبتعملها على ايديها، بس انا بحب اتحكم فيها اكتر وهي على، يعني اعملها على حاجة مستوية. حطيت 3 معالق من الدقيق وعليهم حبة مية، وده الخليط اللي هنقفل بيه عشان ما تفتحش مننا واحنا بنشويها او بنحمرها. دي كانت اول حشوة انا عملتها، اللحمة المفرومة وعليها الفلفل والزيتون. حابة تحطي جبنة موتزاريلا على دي حطي، بس انا بصراحة الجبن بحب اعملها بطريقة معينة. يعني اللحمة خليتها لحمة بس، حطيت عليها بطاطس بس. يعني دي حشوة لحمة، يعني حطي عليها بس اي انواع خضار. وهقفلها برضو، عملت معاك واحدة تاني. تقفلها بسيط قوي، وقفليها احسن بالمية والدقيق عشان وانتي بتقليها ما تفكش منك. الخطوة دي برضو مهمة جدا في السمبوسة. بس هعمل بقى معاكم كمان واحدة بطاطس. بجد انا كنت اول مرة اجربها بصراحة. حطيت عليها كمان رشة جبنة موتزاريلا. بجد عجبتني جدا. كنت اول مرة اجرب الحشوة دي، عشان كده قلت انزلها لكم. انا قلت هعملها، لو عجبتني هنزلها. بجد طعمها كان تحفة. البطاطس كمان مش باينة خالص في السمبوسة، بس مخلياها زي ما يكون ملحمة كده من جوه السمبوسة. تقفيلها سهل جدا وبسيط، مش معقدة خالص. امشي بس على الخطوات بالراحة، بدل ما تجيبيها جاهزة من بره. انت عاملاها في البيت بايدك برضو. الحشوات هتقليها هتشويها، كل ده انت عاملاه في البيت. تالت حشوة معايا، حطيت جبنة موتزاريلا، وهحط اي نوع جبنة عندي. جبنة شيدر، جبنة رومي، اي نوع جبنة. وهحط عليها برضو زيتون، وهحط عليها ذرة. يعني دي من الحشوات المميزة جدا عند ولادي، بيحبوها جدا. بيحبوا ياكلوها دايما في رمضان، في يوم عادي. الحشوة دي تحفة. عشان نمسك الخليط ده هنحط عليه معلقة جبنة لبنة، او جبنة كريمي، او جبنة فيتا. انا حطيت جبنة فيتا. اي نوع جبنة هيمسك معاك الخلطة دي عشان ما تقعش منك وانت بتحشي. بجد يا جماعة خطيرة، والله بجد. يعني دي التوب، يعني بالنسبة لي انا وولادي التوب. فجربوا الحشوة دي بنفس المكونات كده. انا ما بحبش احط دقيق والكلام ده عشان اعمل مطة للجبنة، لا. احنا بنعملها كلها جبن، والخضار زودت بس عليه الذرة
بس بقفلها برضو بنفس الطريقة بالراحة. انا ما حبيتش اسرع الفيديو عشان تشوف الطريقة لو انت لسه مبتدئة فيها. وممكن تدخليها لجوه وبرضو اقفليها بمعجون الدقيق عشان ما تفكش منك. انا عن نفسي ما بحبش اشوي، ما بحبش احمر السمبوسة، انا بحب اشويها. هنحطها في الفرن يا اما هنعملها في الاير فراير المتوفر عندك. بس جربوا طريقة الجبن دي، ميكس الجبن مع بعض ومع الذرة خطير، كأنك بتاكلي بيتزا بالظبط، خطير بجد. انا هنا كنت عملت 3 حشوات وعملت حشوة كمان بس ما صورتهاش بصراحة، اللي هي الخضار المشكل دي سهلة جدا وبسيطة. هنا كنت خلاص خلصت الكمية كلها وشلتها في اكياس وقفلت الاكياس كويس جدا وشلتها في الفريزر تقعد معاكي بقى طول الشهر. انا عملت كل الحشوات وشلتها، كل ما نحب ناكل منها هنطلعها من الفريزر، هحطها وهي مجمدة كده في الاير فراير، احط عليها رشة زيت او بالفرشة، او هحطها في صينية وهدهنها زيت وهحطها في الفرن بنفس الطريقة وهتتحمر من الوش ومن الظهر. هنقلبها لما ده ياخد وش وده ياخد وش. عايزة تحمريها في الزيت براحتك خالص، حمري في الزيت. انا بقولك على ال3 طرق اللي انا استخدمتهم. انا هنا حطيت على كل حاجة اسمها وشلتها في الفريزر. بجد يا جماعة يعني احلى كتير من بتاع بره، جربوها بالطريقة دي، سهلة وبسيطة وطعمها كان تحفة وعاملاها بايدك بنظافة. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو قريب، وباي باي.